السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايحين كيف ناخذ الخيط في دار جديدة، وين موقع الخيط ومنين نبدأ وكيف نعمل حساباتنا لأخذ الخيط. هذا البيت اللي أنا فيه موجود، أخذنا فيه شكلة ونزلنا فيديو عنه وشرحنا كيف بناخذ الشكلة. لما أخذنا نقاط الشكلة ما أخذتها أنا عفوية أو عشوائية، أخذتها في أماكن محددة أنا بدي إياها مسبقا. البلاط طبعا 80 على 80. من وين نبدأ نشتغل؟ كيف ناخذ الخيط؟ أنا أخذت هاي النقطة هون مقابل الباب على أساس أخذ عليها شكلة، على أساس أخذ عليها خيط مقابل الباب. بس وين أنا بدي أحط الخيط؟ يعني أنا عندي البلاط 80 على 80. منين أحط الخيط؟ أجي أحط بلاطة مباشرة تحت علامة الشكلة وأخذ أكياسات وأعملها ميزان وأتعب عليها، وبعدين ألقى إنه الخيط على طرف البلاطة بعد ما أخذ أكياسات؟ لا، باجي بأخذ أكياسات للدار كاملة وبشوف وين أنا بدي أبدأ. أنا بدي أبدأ عند الباب، باخذ أطول الواجهات في الدار. في عنا هاي واجهات، هاي واجهة، لازم نحكم البلاطات كاملة تيجي في أطول واجهة عنا. هذه أطول واجهة، واجهة في المطبخ. في عنا هذه كمان الواجهة في غرفة الضيوف. في عنا هذه الواجهة اللي فيها الشباك. في عنا هذه الواجهة اللي فيها المطبخ وشباك المطبخ. هذول الواجهات اللي ممكن احنا نحكم شلين. البقية جدران، واجهات قصيرة، زوايا، غرف، ما يعني ما تتعب حالك مشان تحكم شلين في داخلها. لا، في احدى الاخوة في التعليقات بيسأل ليه ما بديت في البلاط من الزاوية، يعني اخذ من الزاوية هذيك هناك، اخذ بلاطة واشتغل من هناك. طيب ماشي، اذا اخذنا هناك في الزاوية بلاطة كاملة ومشينا هان بلاطة كاملة ورجعنا رجوع باتجاه الباب، شو راح يطلع عنا عند الباب؟ ممكن يطلع عنا قص في الباب. دائما ما بدنا قص، دائما عند الباب بدناش قص. مش لازم تحط هنا قص في هاي المنطقة. هاي المنطقة لازم يكون بلاط فيها بلاط كامل، وتحكم منطقة ثانية يكون فيها بلاط كامل برضه. هذه من الأخطاء الشنيعة أو الأخطاء الكبيرة اللي برتكبها اللي كثير من البليطة، إنه بروح باخذ بلاط كامل على هذه الواجهة، مثلا باخذ بلاط كامل على هذه الواجهة أو على هذيك الواجهة الثانية الطويلة، وباخذ على واجهتين، بحكم البلاط كامل على واجهتين وببدأ يشتغل عند الباب كأنه الباب مش مالوش اعتبار. من ناحية جمال مدخل الدار أهم شيء في جمال شغلك، وفي الدلالية على إنك أنت بليط عندك خبرة في الشغل. الآن منين نبدأ؟ قبل ما نحط الخيط ونمد الخيط من عند الباب من هان، ونأخذ أكياس من تحت الشكلة من هان، نأخذ أكياس متر من تحت الشكلة لتحت متر، ونحط البلاطة ونتغلف فيها، ونأخذ أكياس الواجهات اللي بدنا نشتغل عليها شلين. مثلا قبل ما تشتغل بتقيس وبتشوف وين ممكن يجي عندك بلاط صحيح. يعني أخذنا قياس هان في هاي واجهة المطبخ 4 متر و80، 4 متر و80 يعني 6 بلاطات، 6 في 8 48، 4 متر، 6 بلاطات من هان لهناك. ونعلم 6 بلاطات، أي شيء علمه من هاي النقطة مشان تعرف إنه هنا ممكن يكون في البلاطة صحيح. هنا نهاية البلاطة السادسة. وبنيجي للواجهة اللي في جنبها. يعني أخذنا قياس هان في هاي واجهة المطبخ، وفي الواجهة اللي في غرفة الواجهة اللي في غرفة الضيوف طالع عنها، نأخذ قياس نفس الاشي. قديش هاي العلامة اللي علمنا عليها هيك، يعني أنا هيك يعني تقريبا بشرح لكم. هاي 5 متر و90، 5 متر و90 لل4 متر و80. في عنا 120 متر، متر و10. في عنا متر و10، يعني عنا بلاطة مع 30 سنتي قصة في هذيك المنطقة. بيكون في راس المتر هناك بيكون قصة 30 سنتي. الآن مين الأفضل؟ تكون القصة 30 سنتي في غرفة الضيوف، ولا تكون القصة 30 سنتي تحت الخزاين في المطبخ؟ هان بيجي الفن والذوق عند البليط.
ناخذ بلاطة صحيحة من الواجهة اللي في غرفة الضيوف هذيك اللي عند الشباك مع الواجهة هاي مع مدخل الدار، مع مدخل الدار، مع المدخل. واحدة منهن لازم تضيع من الثلاثة دول بدون ما يكونش فيها القص، ما يكونش فيها البلاط كامل، نهاية البلاط ما تكون كاملة. بناخذ قياسات هيك بهذا الشكل وبنشوف للنقطة اللي بدنا ناخذ عندها. من نقطة الشكل اللي على الواجهة اللي مقابل للباب في عنا 9 متر و10 سنتي، 9 متر و10 سنتي. يعني إذا أخذنا بلاطة صحيحة على الواجهة الطويلة اللي في المطبخ هاي راح يكون في عنا قص عند الباب 30 سنتي، لأن ال8 متر فيهن 10 بلاطات، 8 فيهن 10 بلاطات، والمتر و10 فيهن بلاطة ب30 سنتي، فراح يكون في عنا شكفهان 30 سنتي عند الباب، وهذا الشيء مرفوض. لازم تتجنبه عند الباب ما يكونش فيه قص. فبصير عندنا في واجهتين لازم نحكم محلين نحكم البلاط يكون كامل فيهن، اللي هو المدخل والواجهة اللي عند الشباك في غرفة الضيوف. وبناخذ القياس من عند الباب لهذه الواجهة، هاي رأس المتر عند نهاية الباب، لهاي 4 متر و90، في عنا شكفة 10 سنتي، وفي عنا قصة 30 سنتي على هذيك الواجهة، 30 35 أقل أو أكثر. ففي الدار هاي رايحين نعتمد بس مدخل الدار صحيح. الآن شو الفائدة؟ الفائدة من هاي الحسابات إنك تعرف شو راح يجي معك في الدار. هي بتقدر تتجنب مثلا هاي قصة 10 سنتي نقدر نتجنبها. أنا أشوف تعليقاتكم في الموضوع هذا. أنا بقول
4 متر و80 ست بلاطات في 3 ملي 6 3 18 2 سم 4 متر 82 4 متر و83 4 متر و83 سم. حط البلاطة الخير يلا نشكي هذيك. من هاي المنطقة أخذنا 4 متر و83 سنتي. في عنا 6 بلاطات 6 في 8 6 ضرب 80 4 متر و80. وفي عنا 3 ملي فوقه بين الست 5 بلاطات سنتي ونص لأنه السادسة فيها فوقه سنتي ونص. الخيط بعيد عن الجدار عن الواجهة دي 4 متر و83. الآن الواجهة هاي اللي قبالها هان مش معاها، هذه اللي عند المطبخ هان مش مع هاي الواجهة اللي في غرفة الضيوف. غرفة الضيوف طالعة تقريبا مترين. فكيف بدنا نزوي الخيط ونحطه في الدار زاوية؟ أنا حطيت على الباب هاي البلاطة اللي تحت الخيط زاوية مع المشكوف مع حلك الباب على فرزة الباب من هان وعلى الفرزة من هان. ضبطها اللي تكون البلاطة كاملة من الجهتين وفي فراغ نحط سقف الألمنيوم. الآن إحنا هسه هذا البلاطة اللي هان اللي على تحت الخيط محطوطة يعني هي أساس شغلنا. فلما حطينا من الناحية الثانية 4 متر و83 بنزوي البلاطة هاي هيك. هسه بصور لكم كيف زويتها مع الخيط 100%. وزحنا الخيط شمال ويمين حتى انه اجت مع وبكون الزاوية الدار مزوية هيك مع البلاطة هاي بنطبق هذه البلاطة عليها هان. والخيط هذا لازم يكون مع الخيط هذا من هان لازم يكون مع البلاطة هاي. بتزيح من هان مش من الناحية الثانية. بتزيح البلاط هذا شمال ويمين حتى انه يطبق الخيط من اول البلاطة لاخرها معها. الان في فرقية بسيطة بده ازاحة تقريبا 3 ملي بهذا الاتجاه بنزيحه. هاي 3 ملي. الان هيك الخيط 100% مع البلاطة هاي. يعني هذه البلاطة بنزيحها شمال ويمين إذا المسافة مع الخيط من هان وسع هيك فبده إزاحة بالناحية هاي. باختصار خلي الخيط مع طرف البلاطة هاي. وهان البلاطة هاي ضاربة معها هاي واقفة. هاي هي أساس الشغل تبعنا. هذه أساس الشغل في الدار. هان هاي نهاية البلاطة. هان الخيط نهايته هان بكون نهاية البلاطة. في عنا تقريبا هيك لو أخذ تقريبا يعني في 90 سنتي يعني في شكفي هان 10 سنتي بلاطة شريحة وشكفة كبيرة. في الباب منظر مش حلو. فشو بنعمل؟ في هاي الحالة؟ في هاي الحالة شوفوا شو بنعمل كمان مرة. هاي نهاية البلاطة. هاي البلاطة نهايتها من هان ظلت ماشي هيك. هان في عنا هذه المسافة 90 سنتي من هاي النقطة نهاية البلاطة لهان 90 سنتي. هنا مش لازم يكون شكفة 10 سنتي. وهنا شكفة بلاطة 50 سنتي في الناحية هاي وفي النص بلاطة. فبدنا نحط البلاطة هاي اللي في النص اللي هان. هاي البلاطة يعني اللي من هان لهان تكون في نص الباب. قديش بدنا نزيحها؟ الإزاحة تبعتها بنكيس. هاي نهاية البلاطة اللي تحت الخيط هيها. ونكيس من هان لهان قديش للخيط
52. 52. وفي عندنا 10 هناك 62 و80 142. افتح كيس الهاي فتحة الباب 143 معناته احنا قياسنا هنا 11 سم هناك. فبنزيح الخيط كامل فتحة الباب 143 كيم منها 80 تظل 63. ال 63 بدنا شكفة تكون 63 بنقسمها على 2 مشان تبقى هان شكفة وهان شكفة، هان قصة وهان قصة. 63 بيطلع لنا 31 من هان 31 من هان 31 31. هاي نهاية البلاطة نهاية الباب، فبنكيس من هان 31 لهان وبنعلم في الكلم وبنزيح 31 بنزيح المسافة هاي. كمان مرة بدي أشرح كيف بديت. ارتفاع الباب مترين، أخذنا من العلامة التخموس متر ونزلنا وحطينا هذه البلاطة تحت الخيط. هذه البلاطة الأساسية. هذه البلاطة بعيدة عن حلك الباب من هان مسافة اللي يفوت سقف الألمنيوم حوالي 3 ملي، وضبطناها مع حلك الباب من هان اللي يفوت برضه سقف الألمنيوم 3 ملي، منشان البلاطة تكون كاملة على مدخل الدار، لأنه البراندة بدها تنزل 3 سنتي. عملنا كالتالي: فتحة الباب 143، عملت أنا نص الخط هذا طرف البلاط يكون في نص الباب، بلاطة عن اليمين وبلاطة عن الشمال. طبعا فيها قص من هان وفيها قص من هان، بس ببين في الباب إنه في بلاطتين. كنت عامل اللي كنت عامله قبل، كنت عامل قبل هيك إنه يكون في بلاطة في النص وفي قصة من هان 30 ومن هان 30، وهذا ما بزبط، مش حلو 3 بلاطات في المدخل. الآن هذه البلاطة هي مضبوطة محطوطة بميزان على جميع الاتجاهات. نص الباب قديش؟ الباب 143، نص الباب 71 ونص. فأخذت أكياس من هاي العلامة طرف البلاطة للخيط 71 ونص، علمت ومديت الخيط، مدينا الخيط على البلاطة الثانية سحبناه. بس كيف بدنا نلزق الخيط مع البلاطة اللي موجودة هان؟ بنجيب بلاطة وبنحطها وبنصير نزيح في الخيط، مش من النقطة هاي النقطة بتظل ثابتة، من الناحية الثانية من الخيط بنروح نزيح شمال ويمين حتى إنها تصير زاوية الخيط هذا مع البلاطة. فوت لجوا تلاقي فوت نص سنتي. كمان حبة، بس كمان شوية. خلص 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 خلص. أول بلاطة في الدار هان.